طيب امتى حضرتك بتقرر ان انت لازم تخش عمليه دلوقتي؟ هو الموضوع بسيط، ودي بتبقى عملية طوارئ يعني، فمش محتاجة تفكير كتير. بالكشف المبدئي كده، ده التهاب في الزايدة، عملنا السونار بتاعنا، عملنا الفحوصات بتاعتنا، لا دي زايدة، خلاص بنقعد نتكلم مع المريض ومع أهله إن ده التهاب في الزايدة، وإن دي حالة طوارئ وتستلزم التدخل السريع تجنبا للمشاكل والمضاعفات اللي ممكن تحصل. تمام. طيب احنا طبعا زي ما يعني احنا مع حضرتك من سنين، وحضرتك معانا في عيادات الحياه، يعني شفت عشرة طويلة، الاف ده الحالات. 15 سنة أو أكتر، عد ايوه، بقى عد ما بقى شاء الله اللهم عد. بارك يعني. ففي الاف الحالات ما شاء الله، فانا شفت مع حضرتك مواقف كتير يعني. فكنت بشوف ان حضرتك مثلا ممكن تقول الحاله هنعلق محاليل وهنصبر. اه ده حقيقي فعلا، لما بتكون الأعراض بسيطة جدا جدا جدا، امم. والمريض حالته كويسة، ما فيش حرارة، ضربات قلبه مش سريعة، الوجع بسيط جدا، فحوصاته كلها كويسة، ممكن نلجأ لحاجة اسمها علاج تحفظي. امم. علاج تحفظي ده عبارة عن أدوية مضادة للتقلصات وأدوية مضاد حيوي، ونشوف لو الوجع ارتاح والشكوى اختفت، خلاص ممكن يكون التهاب بسيط جدا جدا جدا، او يكون التهاب بسيط في القولون مدي اعراض مشابهه لاعراض التهاب الزايده، ونتجنب كلنا عمليه، لا احنا تعبنا ولا المريض تعب. تمام. لكن لو العلاج التحفظي ده ما جابش نتيجه، لا يبقى خلاص، احنا بعد كده ولازم المريض في المرحله دي يبقى تحت عينينا، تمام. مش روح، لا ده علاج تحفظي لمده كام ساعه، امم. ارتحنا ماشي، ما ارتحناش لا عمليه.